إذا كان الكتاب والشعراء يرسمون إبداعاتهم بالورقة والقلم، فالفنانون يرسمون إبداعاتهم بالريشة والألوان. ريشة وألوان وفنان، حيث ملتقى دنيا الإبداع بمكتبة مصر العامة بالدقي وعلى ضفاف النيل اجتمع مجموعة كبيرة جدا من كل فنانين مصر والدول العربية تحت قيادة ورئاسة الفنانة المبدعة دينا عصام. أهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بيك. نورتينا النهارده في المعرض الجميل بتاعك. بنشكركم طبعا وحضوركم الكريم. طب كلمينا عن المعرض الجميل الرائع النهارده اللي ضمن مجموعه كبيره جدا من كل الفنانين اللي انت قدرتي تجيبيهم وتجمعيهم على شرف معرض دنيا الابداع. هو المعرض اساسا هدفه اظهار المواهب زي ما انا قلت، وفي نفس الوقت في فنانين من محافظات، جميع المحافظات مشاركين معانا واعمارهم صغيره 6 سنين 10 سنين 11 سنه. في نفس الوقت كله مواهب وما شاء الله، يعني شغلهم كله مميز. فده القائم عن المعرض اللي هو الموهبه اهم حاجه. طب استاذه دينا قولي لنا ايه الاعمال، يعني ايه الميزه الجميله اللي فيكي اللي تخلي كل الناس دي تحبك وتروح جايه لك؟ ايه اللي انت بتقدميه داخل المعارض بيخلي الناس دي كلها تحبك والحب الجميل اللي هنشوفه النهارده ده؟ اني بشجع جميع الفنانين وان مفيش تميز ما بين اي طرف، وفي نفس الوقت احنا اخوات واصحاب، وده اهم حاجه في العلاقه عامه مع اي شخص. انت قدام كاميرا برنامج سامي والناس، البرنامج اللي هو دايما بينقل كل معارض الفنون التشكيليه من كل مكان في جمهوريه مصر العربيه. معاك الصوت والصوره توجهي كلمه جميله لكل النهارده الفنانين اللي شاركوا معاكي، لكل جمهورك، لكل الرواد اللي جم زاروا المعرض النهارده. اكيد طبعا شرف لي وحضوركم الكريم كفنانين والضيوف، شرف على راسي من فوق. والنهارده اليوم جميل بيكم انتوا طبعا وبالموهبه اللي انتوا قدمتوها، وان شاء الله دايما بنجاح وتميز وتالق. طيب كلمه شكر اخيره تحب توجهها لمين؟ للجميع اكيد طبعا، اللي وقفوا جنبي، اللي ساندوني، اللي بقوا معايا، الفنانين، صحاب، قرايب، عامه للجميع مش شخص معين. الحقيقه يا جماعه في نهايه اللقاء لا يسعني الا ان اتقدم بخالص الشكر والتحيه والتقدير للفنانه المبدعه رغم صغر سنها، الا ان خبرتها كبيره جدا قدرت تجمع لنا كل المواهب الجميله دي من كل مكان في جمهوريه مصر العربيه. غير ان انا عاوز اقول لها ولو خيرت في وطن لقلت هواك اوطاني، ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني، إذا ما ضعت في ضرب ففي عينيك عنواني. إلى مصر الجميلة الحبيبة، وإلى كل الفنانين المشاركين في معرض دنيا الإبداع، وإلى الفنانة الجميلة قوي اللي قدرت تجمع كل الفنانين دول من كل محافظات مصر والدول العربية، الفنانة دينا عصام. شكرا لحضرتك. ميرسي ليك كتير والله. شكرا جدا. العفو.